السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد من قناة معمر اس 4. طبعا قبل أن نبدأ المقطع لا تنسون تشتركون. طبعا اليوم راح نسوي كيف نصير شرطي ونسوي نقطة تفتيش في لعبة جراند 5. المهم يا اخوان، أول شيء مثل ما انتم شايفين راح تضغطون على ذا الزر. شوف الحين مثل ما انتم شايفين راح تصير على آخر خيار، ضغط اوكي يعني اكس على حسب الإعدادات حقك. راح يوصلك الغرفة كم الباص، هي المهم ذي. راح تضغط أول خيار، خامس خيار راح تضغط عاد هنا بوليس حركات، يعني فاهمين. بعد ما المفروض يستوي تغير الشرطية والحركات. طبعا هنا أي مكان هو ينزلك. أول شي إحنا نزلنا عند مقر الشرطة، فما راح يصير سيدي مقر الشرطة عادي يقتلوك الشرطة. أول شي راح تضغط شرطة قبل. شوف أول شي تكون محدد إن أحيانا ينزلوك أي مكان تبغاه، يعني أنت وحظك. طبعا راح تفجأ ذي عشان ما يقتلوك الشرطة، عشان الشرطة ما تجيك، وعشان ما يقتلوك الشرطة هذه. فالحين خلصنا أوكي يا إخوان. لما نصير عند مقر الشرطة الحين الشرطة ما راح تقول لك شيء، راح تكون عضو من، يعني خلاص أنت معاهم، تقدر تدخل مع ذي الغرفة، ما راح تجيك الشرطة. مثل ما أنت شايف يا عزيزي المشاهد، مرة يعني راح تكون شرطي خلاص، توظفت، يعني خلاص وظيفتك هنا. فطبعا الحين تقدر تشيل سيارة الشرطة بدون أن تحقق الشرطة، ويعني بإمكانهم ما راح تموت طول أبدا أبدا لو يصير اللي بيصير. بعد ما سويت الإعدادات كلها وخلاص، شوف الحين راح نسير ونسوي نقطة تفتيش يا إخوان. تابعوا نقطة التفتيش كيف تسويها أول بأول، لأن لو ودرت الخطوات اللي أنا مسوينها بإمكانك ما تعرف يعني تسوي نقطة تفتيش. طبعا يعني كنا نخالف واحد شغل ونان. وي 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 وي. الحين دور نقطة تفتيش. الحين أنا قاعد أسوي نقطة تفتيش يا إخواني. سوينا كات يعني عشان يعني ما يبين كل شيء. هاي نقطة تفتيش حقي، فكيفكم أنتو كيف شنو تبون تسوي نقطة تفتيش؟ شيء مرة أي شيء تبغاه وأي شيء تتمناه موجود فيها يا إخوان. طبعا كنا يعني في حادث وكذا، يعني فاهمين. أنا راح أسوي كذا، يعني اللي تبغاه أنت، اللي تبغاه أي شيء تبغاه تقدر تسويه. حتى سيايير منفجرة فاهمين، يعني محترقة خلاص تقدر تخليه يعني كأنه حادث مستوي، فاهمين. أي شيء تبغاه تقدر تسوي أنتوا اللي تبغاه. أنا طبعا قاعد أسوي تجربة عشان نوضح للمشاهدين بس، وضغطوا لايك واشتراك لأني قاعد أوضح لكم أحسن جودة إن شاء الله. بعد يا إخواني فكرة مقطع، عندي فكرة إذا نزلت لكم شوفوا أكيد راح أنزله. فكرة المقطع هي وش؟ داهمت مقر الشرطة يا إخوان. أنا الحين مصورنا خلاص، بقي المونتاج وحركات أضبطه شوي وأنزل لكم. يمكن الأسبوع الجاي أو هالأسبوع راح أنزله يا إخوان. فمرة شكرا شكلي تعبت على ذا الفيديو تعب، إني بعدني راح أمنتج وكذا فاهمين يا جماعة. فاشتركوا يا إخوان، فإن شاء الله الصوت ينسمع حقي، إن شاء الله الصوت إن شاء الله. مثل ما شايفين أنا اللي أبغى، أنا الحين كيف مثلا بغيت أخلي شجر، بغيت أخلي أي نوع من الشجر، فاهمين يا إخوان. فالحين راح أسوي مطبة فاهمين، عشان يوم تيجي السيارة تخفف السرعة. المطلوب هو كذا، يعني أنا بغى أسوي، فلازم أصغر تضبطها. شوف يا إخوان، هذا أصلا ما مطبة، بس إحنا راح نستخدم شكل مطبة يعني عشان الناس تيجي هنا تخفف السرعة. أيوه، لا، أيوه هنا تمام. نسير مكان الثاني. أوكي، نشوف شوي يعني توزن أي شي تبغاه أنت تقدر تسويه. بعدين إحنا قاعدين نسوي نقطة تفتيش إن شاء الله تكون حلوة. شوفوا يا إخوان، ما أعرف هذا وش، بس راح أخليه يعني كذا شكل كنا يعني فاهمين يا إخوان، عشان كنا يعني تمر من تحت كذا فاهمين، تحت نفق أو فندق.
وصلوني فوق يا اخوان. هذا حق سيايير، اعتقد سباق سيايير، لأنه في حق السيايير. شوف تو انت عفت من فوق 10 كيلو يمكن ما راح تموت. شوف بس راح يطلع منك دم وما راح تموت. ولو جات الشرطة تبى تقتلك يعني تطلق عليك نار أو أي شيء ما راح تموت أبدا أبدا. فإذا عجبكم المقطع يعني لا تقاوم لحد أنا أقول لك لايك اشتراك، لا تنتظرني أقول لك لايك اشتراك. اشترك يا إخوان، اشتركوا. فإن شاء الله أن الصوت زين، لأن أحس إن الصوت واضح ولا ما واضح. شوف الحين تقدر تسوي هذا حق السباقات، أنا ما راح أسويه، راح أسوي نفق. فكرتي الحين مخطط قبل لا أصور أسوي نفق حق السير عشان يمر كذا من داخل. فاهمين يا جماعة؟ يعني السير يدخل داخل النفق ده شوي كبر. أيوة كذا يعني ممتاز. راح أسوي نفق يعني إخوان عشان حق سيدين أو سيايير حق طريقين مرة، تسوي منه نسخ ومنك لصق، نسخ لصق. شوف مثل ما تشايف الحين النفق بدأ يجهز ونقطة التفتيش بدأت تجهز مثل ما انتم شايفين. انت اللي تبغاه، انا ما راح اقول لك شيء، انت بغى تسوي نقطة تفتيش كبيرة. شايفين هذا الازرق اللي في الخريطة يبين لكم ان شيء خلاص انت هنا في نقاط تفتيش حقك. كل ما تسوي يعني عبارة انك سويت نقطة تفتيش. شوف تختار انت اي رقم يا اخوان وخلصنا اي شي تبغاه. شوف خلاص سوي يس، طلعت يس ويلكم نو ايش تو شي. ما علينا من هذه، يا ليتني ما سويت. شوف ما شاء الله النفق كيف. الحين السيارة بتيجي، بغيت توقفهم، بغيت اي شي تبغاه تقدر تسويه. اللي علينا الحين نجيب سيارة شرطة، فاهمين يا اخوان، وقفها قدام نقطة التفتيش عشان يوقف الناس وينتبهوا. طبعا انا ما اعرف اسيطر على نقاط التفتيش، اول سيارة تجي خففت شوي السرعة على الاقل. شوف يا جماعة قاعد اراقب، وقف مكانك وقف كذا يعني فاهمين. هناك سوينا حق النقانق قبل لا ابدا الفيديو فاهمين، قبل لا اصور معاكم كنت ما قاعد اصور عشان اي واحد يبغى يشتري مطعم. هذا شوف فيهم وقفوا حتى الباص وقف. في حد يمر يا اخي، هذا قليل ادب. ليش يمشوا في الطريق والسير يمشوا؟ شوف يا جماعة حاول نركب شوي فوق تنصعد. اوكي استغفر الله رب العالمين. شوف يا جماعة طبعا ان شاء الله الفيديو يكون يعني حلو، ان شاء الله ان المقطع يكون واضح لكم. وانا حنصير نشيل سيارة شرطة، بس تشيل سيارة شرطة كيف؟ بعد كيف تسير مركز الشرطة. طبعا ماشي الحين سيارة شرطة، لازم نبتعد شوية. طبعا ما انتم شايفين الحين راح نشيل سيارة الشرطة وراح نوقفها عند نقطة التفتيش، عشان نقطة التفتيش تكون يعني يبين نقطة التفتيش. فاهمين يا جماعة؟ عشان تكون عدلين سيارة شرطة. شغل شوية من هنا. طبعا ما أعرف إن الصوت ينسمع أو ما ينسمع، أو الصوت راكب على الكلام، ما أعرف يعني الصوت راكب على الصورة أو على الفيديو. فأهم شي تحطون لايك عشان نضبط كل شيء. فاهمين يا جماعة؟ الحين راح تنزل بالسيارة، أكيد صوت سيارة الشرطة ما راح هذا يسرع يبرم مخالفات يا إخوان. عدل شوي السيارة سبحان الله. قالوا وين اثنين؟ قالوا وين اثنين في اليمين، يعني يدور راسه لين يجي اثنين اليسار. حتى استغفر الله حتى ما اعرف اقول كلمة صح. وقف يقول لك انا ترى شرطي، خلاص عاد خالفة المواطنين. اوكي شكلها في حادث مع سيارة تاكسي، وان شي زحمة استوت بسبتهم. شوف تصادم، المفروض احنا نسوي مطب بكل الأمكنة، مطب. طبعا راح تصيرني بسيارة الشرطة ثانية عشان يعني احتياط كيف يعني.
بعد سيارة شرطة فورد يعني أحسن عن سيارة. استغفر الله، حد سرق السيارة، حتى سيارة شرطة تبي تسرقوها بعد مخالفات. هذا واحد شرطي يشوف شكله، يتفتش شوية يشوف المكان كيف. اوكي مثلا شايف راح اوقف في العرض. اوكي هذا الشرطي حتى بيوقف اعتقد. شوف الحين خلينا نشوف عشان يوقف. طبعا يلا خلينا نفتش الشرطي عشان يعني نظام يمشي على المواطن وعلى الشرطي. وين جواز ما يبن انزل من السيارة نقل. فانت تجيب جواز او تجيب سيارة يمكن ساقينها من الشرطي. يقول كلام شوف لا يحترم ولا شيء. اكيد شيء مهرب يبي شرطة. استغفر الله، اختاروا مركز الكبر بدل عن شوف كيف ما راح تموت. بس انا راح اقتل الشرطة عشان يتولفوا. شوفوا نقطة التفتيش حقي، هما ما يبغوا يشوفوا نقطة التفتيش فما راح اقول الا استغفر الله رب العالمين. شوفوا بعد ما رويتكم كل شيء وتعرف على تسوي المقطع ومنتجته اخواني، بس ابغى منكم الاشتراك واللايك وتنشر المقطع فقط. اخواني اذا كانت تفيدني فمثل ما شايفين فحلنا نصير مشاهير اخوان. اصور لكم المقطع عشان بس يعني ما حد يزعل عني. حاول الاشتراك عني وصل 800 مشترك فاشتركوا يا اخوان. فمثل ما شايفين اعتقد ان الفيديو يجيب اكثر عن 1000 لايك. هذا راح اقول لايك او اقل. ليش يا اخوان يا اخواني تو الاحظ ان الصوت متغير عن الفيديو كل شيء، فان شاء الله ما يضر شيء. فاشتركوا يا اخوان عشان نعدل الصوت ونسوي كذا يعني فاهمين يا اخواني. وتو اعرف ان الصوت قاعد يتكلم بالخفيف، فان شاء الله راح اعلي الصوت اذا اشتركت. بس اشترك لاجي اشترك. فمثل ما انتم شايفين نقطة التفتيش بدأت تضيع لاني انا ما سيطرت عليهم من البداية. لو مسيطر ومسوي كل شيء ما راح يزيني. طبعا نشوف في شيء غلط في النفق يا اخوان، فلازم نعدله ونخليه بأفضل ما يكون عشان المشاهد يعرف ان النفق زين يعني يا اخوان. فراح اغير الحين اخر سلاح عشان طبعا الحين راح اصير اخذ سيارة شرطة عشان يعني استغفر الله رب العالمين. خذ سلاح هذا الشرطة ما يساعدوني شكلهم، يبغالي اقتلهم. اقول تكلموا كلمة واحدة معاكم تراني شرطي صديق مفروض تساعدوني يا اخوان. قنبلة ناخذ قنبلة ولا خلاص سلاح فردي يعني خليني اعماركم بتقتلون ولا وش. انا اخترت اقتلكم. انا تراني ما راح اموت طول لو مليون واحد يأيم علي ما راح اموت. وبكذا وصلنا نهاية المقطع. لا تنسوا تضيفوني في السناب ومع السلامة. لا تنسوا اللايك والاشتراك ومع السلامة.